جحا والكنز المفقود. في أحد الأيام البعيدة كان جحا يجلس في حديقته الصغيرة أمام بيته المتواضع في القرية، يفكر في كيف يمكنه تحسين حياته. كان يعاني من قلة المال والموارد، وكان يبحث دائما عن طرق للعيش بشكل أفضل. وبينما هو يفكر، سمع أحد جيرانه يتحدث عن كنز قديم مدفون في الأرض، وقد كان هذا الكنز في مكان بعيد في الجبال. قال جاره: منذ سنوات طويلة دفن هذا الكنز في هذا المكان، والعديد من الناس حاولوا العثور عليه، لكن لم ينجح أحد. ربما أنت ستكون الشخص الذي يعثر عليه. ابتسم جحا وقال في نفسه: إذا كان هناك كنز مدفون، فهذا يعني أنني قد أتمكن من تحسين حياتي بشكل كبير. سأذهب للبحث عن هذا الكنز. في صباح اليوم التالي استعد جحا للسفر. حمل حقيبته ببعض الطعام والماء، وأخذ معه أداة حفر قديمة، وبدأ رحلته إلى الجبال. كانت الطريق طويلة ومتعبة، وكانت الأشجار الكثيفة تغطي معظم المسار، لكن جحا كان عازما على إيجاد الكنز. وصل جحا إلى المكان الذي قال عنه جاره، وبدأ في الحفر. حفر ساعات وساعات دون أن يجد شيئا، لكنه لم يستسلم، بل استمر في الحفر على أمل أن يعثر على الكنز المفقود. كان يفكر في جميع الأشياء التي يمكنه شراؤها من المال الذي سيحصل عليه. وفي اليوم الرابع من الحفر، وبينما كان جحا يحفر في نقطة معينة من الأرض، شعر بشيء صلب تحت يده. أسرع في الحفر بكل قوته، وعندما أزال التراب أخيرا اكتشف صندوقا خشبيا قديما. كان الصندوق مغطى بالأتربة والعشب، وعندما فتحه وجد بداخله مجموعة من العملات الذهبية القديمة. هتف جحا بفرح: لقد وجدته، الكنز! إنه أخيرا بين يدي. ولكن فجأة تذكر جحا شيئا مهما: ماذا سيفعل كل سكان القرية إذا عرفوا أنني وجدت الكنز؟ هل سيأتون إلي ويطلبون حصتهم؟ بدأ جحا يشعر بالحيرة. فكر في نفسه: إذا أخبرت الجميع عن الكنز، فإنني قد أخسر كل شيء بسرعة. ربما يمكنني أن أحتفظ بالكنز لنفسي وأعيش حياة مريحة. لكن جحا لم يكن شخصا يحب أن يكون بخيلا أو يتصرف أنانيا. فكر في قراره طويلا، ثم قرر أنه يجب أن يشارك الجميع في الكنز. عندما عاد إلى قريته، دعا جحا أهل القرية إلى اجتماع، وقال لهم: لقد وجدت الكنز الذي تحدثت عنه، لكنني قررت أن أشارككم به جميعا. الجميع سيحصل على نصيبه العادل، وسنكون جميعا أغنياء. بدأ الجميع بالتصفيق والتهليل، وكان الجميع سعيدا. وبالفعل تم توزيع الكنز بالتساوي بين سكان القرية. وبفضل هذه اللفتة الكريمة أصبح جحا محبوبا جدا بين الجميع. مرت الأيام، وكان أهل القرية يعاملون جحا بكل احترام، وعاشوا جميعا في رخاء وسعادة، حيث استفاد الجميع من الكنز الذي اكتشفه جحا، والذي كان مصدرا للثروة في القرية. لكن مع مرور الوقت بدأ الناس في القرية يلاحظون شيئا غريبا: على الرغم من أن الجميع كان يمتلك أموالا، إلا أنهم لم يصبحوا أكثر سعادة. كانت حياتهم ما تزال مليئة بالصعوبات والمشاكل، وكانت الأموال لا تجلب لهم الفرح الدائم. سأل أحدهم جحا: يا جحا، أليست هذه الأموال هي ما كنت تبحث عنه؟ لماذا لا نشعر بالسعادة رغم أننا نملك المال الآن؟ ابتسم جحا وقال: المال قد يعطيك الكثير من الأشياء، لكنه لا يشتري السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية تأتي من العيش معا، ومساعدة بعضنا البعض، ومشاركة الأفراح والأحزان. ثم أضاف جحا: الكنز الحقيقي ليس في المال، بل في قلوبنا وتعاوننا مع بعضنا. فالسعادة تأتي من الجهود المشتركة والمشاركة في الحياة. بدأ أهل القرية يدركون حكمة جحا، وبدلا من التركيز على المال، بدأوا يعيشون معا في حب وتعاون. وعاش الجميع في القرية بسلام وهناء. المغزى: القصة تعلم الأطفال أن المال ليس كل شيء في الحياة، وأن السعادة الحقيقية تأتي من التعاون والمشاركة، كما أنها تبرز أهمية القيم مثل الكرم والصدق، وكيف يمكن للحكمة أن تحول الأشياء الصغيرة إلى فرص كبيرة. جحا وقلادته الثمينة في أحد الأيام الجميلة، بينما كان جحا يجلس أمام بيته في القرية يفكر في حياته، سمع ضوضاء كبيرة قادمة من السوق. خرج ليرى ما يحدث، فوجده مجموعة من الأشخاص يتجمعون حول بائع يعرض قلادة ذهبية جميلة جدا. وكانت البائعة تصرخ قائلة: هذه قلادة ثمينة، كل من يشتريها سيكون محظوظا جدا، فهي تجلب الحظ والنجاح. فكر جحا: إذا كانت هذه القلادة تجلب الحظ، فمن الممكن أن تجلب لي حظا أفضل في حياتي. فأخذ يعرض نقوده على البائعة، وفعلا استطاع أن يشتري القلادة بثمن كبير. كان جحا سعيدا جدا بالقلادة، وأخذها إلى منزله ليعرضها على أهل قريته.
بدأ الجميع يهنئون جحا على اقتنائه لهذه القلادة الثمينة، وقالوا له: يا جحا، أنت محظوظ جدا، هذه القلادة ستجلب لك الحظ في كل شيء. فكر جحا في نفسه: إذا كانت القلادة حقا تجلب الحظ، فقد أكون في غنى عن أي تعب، سأضعها في رقبتي وسأظل محظوظا. ثم قرر جحا أن يذهب إلى السوق ليجرب حظه، فذهب وهو يرتدي القلادة على رقبته. في الطريق مر بجانب أحد التجار الذين كانوا يبيعون الخضروات، فقال التاجر: أهلا يا جحا، هل ترغب في شراء بعض الخضروات الطازجة؟ رد جحا قائلا: لا أحتاج إلى شراء شيء اليوم، فقط أرغب في تجربة حظي. فكر التاجر قليلا ثم قال: حسنا، بما أنك ترتدي هذه القلادة الثمينة، دعني أخبرك بشيء. في الواقع هذا السوق مزدحم جدا اليوم، ومن المحتمل أن تجد صفقة جيدة إذا كنت تبحث بعناية. قرر جحا أن يبحث عن صفقة جيدة، وفعلا بعدما تجول في السوق وجد بضاعة بثمن زهيد جدا وقرر شراءها. فكر في نفسه: القلادة جلبت لي الحظ. ثم انتقل جحا إلى جانب آخر من السوق، حيث كان هناك بائع آخر يعرض أدوات متنوعة. كان البائع يبدو مستعجلا، فقال لجحا: مرحبا، هل ترغب في شراء بعض الأدوات؟ لدي عروض خاصة اليوم. نظر جحا إلى الأدوات وقال: أنا فقط أبحث عن شيء يحقق لي المزيد من الحظ. فكر البائع لحظة وقال: إذا كنت تبحث عن الحظ، يمكنك الحصول على هذه الأدوات مجانا، لأنها قد تكون مفيدة لك في المستقبل. فرح جحا بهذا العرض وقال: هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها شخص على شيء مجاني في السوق، هذا بفضل القلادة. واصل جحا جولته في السوق، وكلما مر بجانب أحد البائعين كانوا يقدمون له العروض المميزة والخصومات الكبيرة، وكان يشعر بفرح كبير ويعتقد أن القلادة هي التي تجلب له هذا الحظ العظيم. ولكن فجأة شعر جحا بشيء غريب حوله. بدأ يلاحظ أن الجميع أصبحوا يقتربون منه بشكل غير طبيعي، والكل يسأله عن القلادة. شعر بشيء من القلق، وابتعد عن السوق سريعا وهو يفكر فيما يحدث. ثم قرر جحا أن يعود إلى منزله مع القلادة، وأثناء الطريق شعر أن القلادة أصبحت أكثر ثقلا على عنقه. توقف جحا وقال لنفسه: هل الحظ فعلا يأتي مع الأشياء المادية؟ أم أنني بحاجة إلى التركيز على ما أفعله بيدي؟ حين وصل جحا إلى بيته، قرر أن يضع القلادة في صندوق بعيد عنه، وعاد إلى عمله اليومي، يزرع الأرض ويعتني بحيواناته ويفكر في الدروس التي تعلمها. بعد فترة شعر جحا أن حياته أصبحت أفضل بكتير، ليس بسبب القلادة، ولكن بسبب العمل الجاد والإيمان بنفسه. وفي يوم من الأيام ذهب جحا إلى السوق مرة أخرى، لكنه هذه المرة لم يكن يرتدي القلادة. عندما مر بجانب نفس التجار الذين عرضوا عليه العروض المميزة في السابق، قالوا له: مرحبا، أين هي القلادة؟ أين حظك؟ ابتسم جحا وقال: لقد تعلمت درسا هاما، الحظ لا يأتي من شيء مادي، بل يأتي من العمل الجاد والإيمان بأننا قادرون على تغيير حياتنا بأنفسنا. ومنذ ذلك اليوم بدأ جحا يعيش حياة مليئة بالعمل والمثابرة، وأصبح أكثر سعادة من أي وقت مضى دون الحاجة إلى القلادة أو أي شيء مادي آخر. المغزى: القصة تعلم الأطفال أن الحظ لا يأتي من الأشياء المادية أو القيم السطحية، بل من العمل الجاد والإيمان بالنفس. كما تظهر أهمية تقدير ما نملك والتركيز على ما يمكننا فعله لتحقيق النجاح الحقيقي. جحا والبئر العجيب. في أحد الأيام كان جحا يتجول في سوق قريته الصغيرة، حين سمع بعض الفلاحين يتحدثون عن بئر عجيب يقع في مكان بعيد في الجبال. كانوا يقولون إنه بئر سحري، كل من يشرب من مائه يتحقق له ما يتمناه. فكر جحا في نفسه وقال: إذا كان هناك بئر سحري يجعل الأمنيات تتحقق، فلماذا لا أذهب وأحقق أمنيتي؟ على الفور قرر جحا أن يذهب في رحلة طويلة للوصول إلى هذا البئر العجيب. بدأ في التجهيز للسفر، وحمل معه بعض الطعام والماء، وأخذ عصاه الخاصة ليستعين بها في الطريق. وبعد أيام من السفر وصل جحا أخيرا إلى البئر. كان البئر يقع في مكان هادئ تحيط به الأشجار، وكانت المياه فيه صافية جدا. عندما اقترب منه جحا نظر إلى الماء وتأمل قليلا ثم قال: سأحقق أمنيتي الأولى، وهي أن أصبح أغنى شخص في القرية. لم يتردد جحا في ملء كوزه بالماء من البئر، وشرب منه بفرح كبير. وعندما انتهى من الشرب انتظر قليلا على أمل أن يرى تغيرا في حياته، لكنه لم يشعر بأي شيء غريب. فكر جحا في نفسه وقال: ربما يحتاج الأمر بعض الوقت ليتحقق، فلننتظر. ومرت أيام قليلة، وجحا لم يرى أي تغييرات في حياته، ولكنه قرر أن يعود إلى البئر ويحاول مرة أخرى.
فقال في نفسه: ربما أمنيتي لم تتحقق لأنني لم أكن واضحا بما فيه الكفاية. سأحاول أن أكون أكثر تحديدا في المرة القادمة. عندما وصل إلى البئر في المرة الثانية قال جحا بصوت عال: أريد أن أصبح أغنى شخص في القرية وأمتلك الكثير من المال والممتلكات. شرب جحا مرة أخرى من مياه البئر وانتظر بترقب، لكنه لم يشعر بأي تغيير. شعر بالإحباط وقرر أن يعود إلى قريته، لكنه قبل أن يغادر مر بجانب أحد الفلاحين الذين كانوا يعملون في الأرض القريبة من البئر. فقال الفلاح: أنت جحا، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ رد جحا قائلا: لقد جئت إلى البئر السحري لطلب تحقيق أمنيتي، لكنني لم أحقق شيئا بعد. ابتسم الفلاح وقال: يا جحا، إن البئر لا يمنحك الأموال أو المجد بسهولة. إذا كنت تبحث عن الحظ عليك أن تبذل جهدك وتعمل من أجل ما تريد، لا تنتظر من البئر أن يمنحك كل شيء. فكر جحا في كلام الفلاح وقرر أن يعود إلى قريته ويبدأ العمل بنفسه. وعندما عاد إلى قريته بدأ جحا يعمل بجد. زرع الأرض واعتنى بالحيوانات وكان يساعد جيرانه في أعمالهم. بمرور الوقت بدأ جحا يجني ثمار عمله وأصبح لديه الكثير من المحاصيل الطيبة. بعد فترة بدأ الجميع في القرية يلاحظون تحسن حياة جحا وبدأوا يأتون إليه طالبين نصيحته. وقال له أحدهم: يا جحا، كيف أصبحت حياتك أفضل؟ ابتسم جحا وقال: لقد تعلمت أن السعادة لا تأتي من الأمنيات أو الأشياء السحرية، بل تأتي من العمل الجاد والصبر. ليس البئر هو من يصنع التغيير في حياتك، بل أنت من تصنع التغيير بنفسك. ومنذ ذلك اليوم أصبح جحا معروفا في قريته ليس فقط بحكمته، بل أيضا بعمله الجاد الذي جلب له النجاح والسعادة. المغزى: القصة تعلم الأطفال أن العمل الجاد هو الطريق لتحقيق النجاح، وأن الأمنيات السحرية لا يمكن أن تغير حياتنا إلا إذا كانت مصحوبة بالعمل والاجتهاد، كما أنها تبرز قيمة الصبر والعزيمة لتحقيق الأهداف. جحا وحكمته في توزيع الطعام في أحد الأيام، قرر جحا أن يذهب إلى السوق ليشتري بعض الطعام لأسرته. كان يملك بعض المال الذي جمعه من بيع بعض الأغراض القديمة. وبينما كان يمشي في السوق لفت انتباهه أن الناس كانوا يتجمعون حول بائع كبير يعرض كميات كبيرة من الطعام اللذيذ: لحوم وخضروات وفواكه طازجة. فكر جحا في نفسه قائلا: إذا اشتريت كل هذا الطعام يمكنني أن أتناول ما أريد وأطعم عائلتي. سأكون سعيدا جدا بهذه الوجبات اللذيذة. لكن جحا كان معروفا بحكمته، فقرر أن يسأل أحد أصدقائه المزارعين عن رأيه قبل أن يشتري كل شيء. ذهب إلى صديقه المزارع الذي كان يبيع الفواكه وقال له: لقد رأيت الطعام في السوق وكان يبدو مغريا جدا. هل تعتقد أنه يجب علي أن أشتري كل هذا الطعام مرة واحدة؟ ابتسم المزارع وقال: يا جحا، إن الطعام شيء مهم، ولكن لا يجب أن تشتري كل شيء دفعة واحدة. عليك أن تتذكر أنه يجب عليك توزيعه بحكمة لكي يكفيك لفترة طويلة. فكر جحا في كلام صديقه وقرر أن يشتري طعاما يكفيه لعدة أيام وليس كل ما رآه في السوق. ذهب إلى البائع واشترى كميات صغيرة من الخضروات والفواكه واللحوم وتوجه إلى منزله. عندما وصل إلى بيته قرر أن يوزع الطعام بحكمة، فقال في نفسه: إذا كنت أتناول كل الطعام مرة واحدة فإنني سأنفد بسرعة، ولكن إذا وزعت الطعام جيدا سأظل أتمتع به لمدة أطول. فقام جحا بتقسيم الطعام إلى حصص يومية، حيث ترك الخضروات للحساء واللحوم للطعام الرئيسي والفواكه للحلويات. بدأ يوزع الطعام بين أفراد عائلته وفقا للوجبات التي كانت تتناسب مع كل يوم. مرت الأيام وجحا لا يزال يحتفظ بالطعام ويستمتع به كل يوم. وذات يوم جاء أحد جيرانه لزيارة جحا فقال له: يا جحا، كيف استطعت أن تجعل الطعام يكفيك لهذه الفترة الطويلة؟ أجاب جحا مبتسما: لقد تعلمت أن الطعام مثل المال، يجب أن نعرف كيف نديره بحكمة. إذا كان لدينا طعام كثير في يوم واحد قد ننفد منه بسرعة، ولكن إذا وزعنا طعامنا بحذر يمكننا الاستمتاع به لفترة طويلة. أعجب الجار بحكمة جحا وقال: أنت محق يا جحا، هذا درس عظيم في الحياة. ومنذ ذلك اليوم أصبح جحا معروفا بين أهل قريته بحكمته في توزيع الطعام، وكان الجميع يطلبون نصيحته في كيفية إدارة مواردهم بحكمة. المغزى: القصة تعلم الأطفال أهمية توزيع الموارد بحكمة وعدم التسرع في استهلاكها، كما تبرز أهمية التفكير في المستقبل وتخطيط الأمور بطريقة ذكية. جحا وقطيع الأغنام. في أحد الأيام كان جحا يسير في السوق عندما صادف تاجرا يعرض قطيعا من الأغنام للبيع. كان القطيع كبيرا جدا
والأغنام تبدو صحية ومليئة بالحيوية. شعر جحا أنه بحاجة إلى شراء هذا القطيع، فقال في نفسه: إذا اشتريت هذه الأغنام يمكنني بيع الحليب والصوف والحصول على الكثير من المال، وسأصبح غنيا. ذهب جحا إلى التاجر وقال: كم سعر هذا القطيع؟ رد التاجر قائلا: سعر القطيع مناسب جدا، ولن تجد عرضا أفضل من هذا، ولكن عليك أن تدفع ثمنه كله الآن. فكر جحا قليلا ثم قرر أن يشتري القطيع، لكنه لم يكن يمتلك المبلغ المطلوب كاملا، فقرر بيع بعض ممتلكاته الخاصة من أجل جمع المال اللازم. ذهب جحا إلى بيته وباع بعض الأشياء التي كان يملكها، ثم عاد إلى السوق ليدفع ثمن القطيع. بعد أن دفع المبلغ أخذ القطيع إلى منزله وهو سعيد جدا، وتخيل كيف سيصبح غنيا بعد بيع منتجات الأغنام. وفي اليوم التالي بدأ جحا في العناية بالأغنام وتقديم الطعام والشراب لها، متوقعا أن تبدأ في إنتاج الحليب في أقرب وقت. لكنه اكتشف أن الأمر ليس سهلا كما كان يتصور. مرت الأيام ولم تنجب الأغنام أي حمل صغير، ولم تبدأ في إنتاج الحليب كما كان يتوقع. فكر جحا في نفسه وقال: ربما يجب علي أن أكون أكثر صبرا، ربما تحتاج الأغنام إلى المزيد من الوقت لتنتج الحليب. لكن مع مرور الوقت لاحظ جحا أن الأغنام لا تبدو بصحة جيدة كما كانت في البداية. بدأت الأغنام تأكل أقل، وأصبح بعضها يظهر عليه المرض. قرر جحا أن يطلب نصيحة من أحد المزارعين في القرية. ذهب جحا إلى جارته المزارعة وقال لها: لقد اشتريت قطيعا من الأغنام، ولكني لا أعرف كيف أعتني بها، هل يمكن أن تساعديني؟ ابتسمت الجارة وقالت: يا جحا، الأغنام بحاجة إلى رعاية واهتمام خاص. لا يكفي أن تشتريها فقط، بل عليك أن تتعلم كيفية العناية بها جيدا، وتعرف كيف تعطيها الطعام المناسب والماء، وأيضا أن تهتم بصحتها بشكل دائم. شكر جحا جاره وبدأ في تعلم كيفية العناية بالأغنام. بدأ يقدم لها الطعام الجيد، ويهتم بصحتها، ويعطيها الرعاية اللازمة. بمرور الوقت بدأت الأغنام تتحسن وأصبحت أكثر صحة، وبعد فترة بدأت الأغنام في إنتاج الحليب، وظهرت الحملان الصغيرة. بدأ جحا يبيع الحليب والصوف، وبدأ يحصل على دخل جيد. شعر بالسعادة لأنه بدأ يحقق النجاح، لكن الأهم من ذلك أنه تعلم درسا كبيرا. في أحد الأيام قال جحا لأصدقائه: لقد تعلمت أنه ليس كافيا أن تشتري شيئا وتنتظر أن يأتي النجاح. عليك أن تعمل بجد وتتعلم كيف تعتني بما تملك. الرعاية والتعلم هما الطريق الحقيقي للنجاح. ومنذ ذلك الحين أصبح جحا من أغنى الناس في قريته، ليس بسبب أنه اشتري قطيعا من الأغنام، بل لأنه عمل بجد وتعلم كيف يعتني بما يملك. المغزى: القصة تعلم الأطفال أن النجاح لا يأتي بالسهولة أو بالانتظار، بل يأتي من العمل الجاد والرعاية والتعلم المستمر. جحا والطعام المفقود. كان جحا يعيش في قرية جميلة تحيط بها الأراضي الزراعية من كل جانب، وكان يعمل مزارعا، يزرع الحقول ويعتني بالحيوانات. كان جحا شخصا مرحا يحب المزاح، ولكنه كان حكيما في أوقات أخرى. وفي أحد الأيام قرر جحا أن يذهب إلى السوق لشراء بعض الطعام لأسرته، وكان يحمل في حقيبته القليل من المال، ويأمل أن يجد ما يحتاجه بأقل سعر. بينما كان جحا يسير في طريقه إلى السوق شعر بالجوع، فقال في نفسه: أنا بحاجة إلى تناول شيء سريع قبل أن أذهب إلى السوق، ربما أستطيع شراء بعض الطعام من أحد الأكشاك. ثم قرر أن يتوقف عند أحد الأكشاك التي تبيع الطعام في الطريق، وبالفعل وقف أمام الكشك وقال للبائع: أريد أن أشتري بعض الخبز والجبن والفواكه. قال البائع: حسنا، ولكن لدينا عرض خاص اليوم، يمكنك شراء هذه الوجبة المميزة مقابل نصف دينار فقط، وستحصل على طعام إضافي أيضا. وافق جحا على العرض، فأعطى البائع نصف الدينار وتناول الطعام. بينما كان جحا يأكل بدأت تظهر فكرة غريبة في رأسه. قال لنفسه: لماذا لا أستغل هذا العرض؟ إذا كان الطعام يقدم مجانا مع الوجبة، ربما يمكنني الحصول على المزيد من الطعام دون أن أدفع المزيد. فكر جحا مليا، وفي الحال قرر أن يعود إلى نفس البائع مرة أخرى بعد أن ينتهي من طعامه، فقال للبائع: لقد كنت سعيدا جدا بالعرض، هل يمكنني الحصول على نفس الوجبة مجددا؟ قال البائع بابتسامة: بالطبع يا جحا، ولكن يجب أن تدفع نصف دينار آخر إذا أردت المزيد من الطعام. رد جحا بحيلة: لكن الطعام الذي أعطيته لي كان لذيذا جدا، وأنا أتمنى أن يكون لي طعام إضافي. لقد قررت أنني سأجلب لك طعاما جديدا من البيت، ويمكنك أن تبيع لي ما أردت.
حاول البائع أن يفهم ما يقصده جحا، ولكن جحا أصر على تقديم عرض آخر للبائع وقال: أنا سأقدم لك المزيد من الطعام من بيتي، وفي المقابل يمكنني الحصول على طعامك مجانا. ضحك البائع وقال: أعتقد أنني سأوافق على عرضك هذا، ولكن يجب أن تعلم أن الحيلة لن تعمل دائما. قال جحا مبتسما: لن ترى بعد اليوم أي شخص أكثر حيلة منك. ذهب جحا إلى منزله وأخذ بعض الأطعمة من بيته وعاد بها إلى البائع، ولكن بينما هو في الطريق بدأ يفكر في الحيلة التي استخدمها، فشعر بشيء من الخجل، فقال في نفسه: ربما كان علي أن أكون أكثر صدقا في تصرفاتي. لقد خدعت البائع وهو شخص طيب، يجب أن أعود إليه وأخبره بالحقيقة. وعندما عاد جحا إلى السوق، ذهب مباشرة إلى البائع وقال له: أيها البائع، أريد أن أخبرك بشيء. كنت قد استخدمت حيلة صغيرة لأحصل على طعام مجاني، ولكنني أشعر أن ذلك لم يكن صحيحا. ابتسم البائع وقال: لقد كنت أعلم أن جحا لن يترك الأمر دون أن يقول شيئا. لا بأس، فقد تعلمنا معا درسا. قال جحا وهو يشعر بالندم: الدرس الذي تعلمته هو أن الصدق هو أفضل من أي حيلة، حتى لو كانت الحيلة ممتعة. ومنذ ذلك اليوم أصبح جحا أكثر صدقا في تعاملاته مع الناس، وعاش حياة أكثر هدوءا وراحة. كما أصبح البائع صديقا لجحا، وكانا يتبادلان القصص والنصائح ويضحكان معا على الحيل القديمة. المغزى: القصة تعلم الأطفال أهمية الصدق في التعامل مع الآخرين، وأنه حتى لو كانت الحيلة ممتعة في البداية، فإن الأمانة هي التي تعطي الشخص راحة البال وتكسبه احترام الآخرين. كما تظهر القصة أن من يتعلم من أخطائه يصبح شخصا أفضل. جحا والمدينة الكبيرة. كان جحا يعيش في قرية هادئة بين الجبال، وكان يتمتع بحياة بسيطة ومليئة بالمرح، رغم أنه كان معروفا بحيله الطريفة وأسلوبه الفكاهي في التعامل مع الحياة. وفي أحد الأيام سمع جحا من بعض المسافرين الذين مروا عبر قريته عن مدينة كبيرة تقع على بعد عدة أيام من مشي، وكان الجميع يتحدث عن تلك المدينة بأنها مليئة بالحياة والأسواق والمناسبات الكبيرة. قرر جحا أنه يريد زيارة هذه المدينة الكبيرة، حيث يعتقد أن الحياة فيها ستكون أفضل من قريته الصغيرة. فقال لنفسه: إذا كانت المدينة الكبيرة مليئة بكل هذه الفرص، يجب علي أن أذهب هناك وأرى كيف يمكنني أن أحقق نجاحا أكبر. استعد جحا للسفر، وأخذ معه بعض الطعام والماء، وحمل على ظهره حقيبته الصغيرة. بدأ في الرحلة الطويلة، وكان يقابل في طريقه بعض الأشخاص الذين كانوا يسافرون أيضا إلى المدينة، وكان كل واحد منهم يحدثه عن مدى جمال تلك المدينة. وبعد عدة أيام من السفر وصل جحا إلى المدينة الكبيرة. كانت المدينة مليئة بالبشر والحركة، كل شيء كان مزدحما جدا، وكان جحا يتجول بين الشوارع الواسعة والأسواق المليئة بالبضائع المتنوعة، ويشعر بشيء من الإعجاب، لكن في الوقت نفسه بدأ يشعر بالضياع. بينما كان جحا يسير في الشارع، اقترب منه أحد التجار وقال: مرحبا بك في المدينة، هل ترغب في شراء شيء؟ لدينا كل شيء هنا، من الطعام إلى الملابس والأدوات وكل ما قد تحتاجه. رد جحا قائلا: أريد أن أشتري شيئا مميزا، شيء يعكس جمال هذه المدينة. قال التاجر مبتسما: لدينا الكثير من الأشياء المميزة، لدينا ساعة ذهبية قديمة، ولديك أيضا الحق في شراء هذه الجرة السحرية التي تقول الأساطير إنها تجلب لك الحظ السعيد. تفاجأ جحا وسأله: هل هذه الجرة سحرية حقا؟ قال التاجر: بالطبع، فقط أدخل يدك في الجرة وستخرج منها أشياء غير متوقعة. جحا شعر بالفضول وأعطى التاجر المال وأخذ الجرة السحرية. وهو يسير في الشارع قرر أن يجرب حظه، فمد يده داخل الجرة، وبينما هو في الطريق شعر بشيء ثقيل وسحب يده بسرعة، لكنه فوجئ حين خرجت منها. سمكة صغيرة. قال جحا بدهشة: هذا ليس ما توقعت، لكن ربما هذه السمكة ستساعدني في المستقبل. قرر جحا أن يعود إلى التاجر ليشكو له مما حدث، ولكن قبل أن يصل إلى المحل مر بجانب أحد الباعة الذين كانوا يبيعون حبالا وأشياء أخرى. قال له جحا: هذه الجرة السحرية لا تعمل كما وعدني التاجر، فقد حصلت على سمكة صغيرة بدلا من شيء مفيد. قال البائع مبتسما: أنت جحا، دائما ما تفكر في الأشياء بطريقة مختلفة. لماذا؟ جحا والخزانة العجيبة. في يوم من الأيام كان جحا يعاني من مشكلة تخزين أمتعته. بيته كان صغيرا وأغراضه كثيرة. فكر جحا في حل مبتكر وقرر أن يصنع خزانة جديدة بنفسه. ذهب إلى السوق واشترى خشبا، مسامير، وأدوات نجارة. عاد جحا إلى منزله
وبدأ يعمل بجد طوال النهار. بعد ساعات طويلة من العمل انتهى من صنع خزانة كبيرة جميلة. نظر إليها بفخر وقال: هذه أفضل خزانة في العالم، ستحل كل مشاكلي. في المساء بدأ جحا ينقل أغراضه إلى الخزانة. وضع ملابسه، أدوات المطبخ، وبعض الكتب. وكلما وضع المزيد لاحظ أن الخزانة لم تمتلئ. قال جحا لنفسه: يا للعجب، هذه الخزانة عجيبة، إنها تسع كل شيء. أصبح جحا سعيدا جدا بخزانته، لكنه لاحظ شيئا غريبا: كلما وضع شيئا داخل الخزانة اختفى من أمامه. قرر جحا أن يتحقق من الأمر. أخذ تفاحة ووضعها في الخزانة، ثم أغلق الباب وفتحه بسرعة، لكن التفاحة لم تكن هناك. قال جحا في دهشة: هذه ليست خزانة عادية، إنها بوابة تأخذ الأشياء إلى عالم آخر. انتشر خبر الخزانة العجيبة في البلدة، وجاء الناس ليروا هذا الاختراع الغريب. أحد الجيران طلب من جحا أن يجربها، فأعطاه سلة مليئة بالفاكهة. وضع جحا السلة داخل الخزانة وأغلق الباب، وعندما فتحه اختفت السلة تماما. قال الجار: حقا إنها خزانة عجيبة، لكن أين تذهب الأشياء؟ فكر جحا وقال: أظن أنها تذهب إلى عالم الفاكهة، حيث كل شيء مصنوع من الفواكه. لم يكن أحد يصدق تفسير جحا، لكن الجميع كانوا معجبين بالخزانة. بدأ الناس يدفعون لجحا المال ليضعوا أغراضهم في الخزانة العجيبة، معتقدين أنها قد تصل إلى أماكن سحرية. لكن في يوم من الأيام قرر أحد الأطفال الصغار أن يختبئ داخل الخزانة ليكتشف سرها. وعندما فتح جحا الباب وجد الطفل جالسا داخلها يأكل الفاكهة التي اختفت سابقا. ضحك جحا وقال: إذن هذا هو السر، الخزانة ليست بوابة لعالم آخر، لكنها فقط عميقة جدا. منذ ذلك اليوم توقف الناس عن التفكير بأن الخزانة عجيبة، لكنهم لم يتوقفوا عن الإعجاب بذكاء جحا وقدرته على تحويل أبسط الأمور إلى قصص مسلية. جحا والحيلة الكبيرة. كان جحا يعيش في قرية صغيرة تقع بين الجبال. كان معروفا بذكائه، وأيضا بحيلته الطريفة التي كان يقلب بها المواقف. على الرغم من ذلك كان الجميع يحبونه ويضحكون من دعاباته. في أحد الأيام قرر جحا أن يذهب إلى السوق ليبيع بعض الحاجات التي كان قد جمعها في بيته من أشياء قديمة. استعد جحا للسفر إلى السوق، وعندما وصل بدأ يبيع منتجاته: سلال مليئة بالفواكه المجففة، وحبوب، وبعض الأدوات المنزلية القديمة. بينما كان يقف في زاوية السوق لاحظ جحا مجموعة من التجار الذين كانوا يبيعون أسواقهم بأسعار مرتفعة، وهم يتفاخرون بكثرة زبائنهم. فكر جحا في نفسه وقال: أنا بحاجة إلى طريقة أحقق بها ربحا أكبر، وأثبت لهم أنني أكثر ذكاء. فجأة رأى جحا طائرا صغيرا يقف على شجرة، وقال في نفسه: لماذا لا أستغل هذا الطائر وأجعل منه فرصة لبيع المزيد من الأشياء؟ ذهب جحا إلى أحد التجار وقال له: أريد شراء هذا الطائر الذي على الشجرة، وسأدفع لك نصف دينار مقابل ذلك. أجاب التاجر بدهشة: لكن هذا الطائر ليس للبيع، إنه طائر غريب ولن تجد مثله. قال جحا بحيلة: إذا كنت لا ترغب في بيعه فبإمكانك أن تقيم عليه مزادا بين التجار، وسوف أكون أول من يقدم المبلغ المطلوب. وافق التاجر على عرض جحا، وبدأت الناس تتجمع حوله لمشاهدة المزاد. بدأ جحا يرفع السعر في البداية إلى دينار ثم دينار ونصف، ومع كل زيادة في السعر أصبح الناس أكثر اهتماما. قال أحد التجار بحيرة: لماذا كل هذا؟ هل حقا أن هذا الطائر يستحق هذا المبلغ؟ رد جحا بابتسامة واسعة وقال: هذا الطائر ليس عاديا، إنه طائر ذكي للغاية، ويمكنه أن يطير في الهواء ويحمل الرسائل بين القرى. سيسهل علينا جميعا إرسال الأخبار. زاد اهتمام الناس، وبدأ المزاد يرتفع بشكل كبير. في النهاية وصل المزاد إلى 10 دنانير. فوجئ الجميع، وقال أحدهم: لكن هذا الطائر لا يمكنه فعل كل ما يقول جحا. فابتسم جحا وقال: أنتم من قررتم أن هذا الطائر قيمته كبيرة، هو في النهاية مجرد طائر عادي، ولكنني استخدمت ذكائي لبيع شيء لا يستحق هذا السعر. وبينما كان الجميع مشوشين استطاع جحا أن يبيع الطائر، وأخذ المال بسهولة. ثم ذهب إلى التاجر الذي باع له الطائر وقال له: لقد أعددت لكم حيلة رائعة، وبهذا المبلغ أعتقد أنني سأكون قادرا على شراء شيء أفضل. ضحك التاجر وقال: لقد كنت ذكيا جدا يا جحا، ولكن عليك أن تتذكر أن بعض الناس قد يكتشفون الحيلة في النهاية. قال جحا: وهذا هو المطلوب، أريد أن أثير الانتباه وأجعل الناس يفكرون. الأذكى دائما هو من يستطيع استخدام الحيلة بالطريقة الصحيحة. في النهاية عاد جحا إلى بيته وهو سعيد بما حصل عليه من مال،
ولكنه تعلم درسا مهما، أن الذكاء قد يساعد في كسب المال، ولكن في النهاية الأمانة هي التي تضمن الاستمرارية. المغزى: القصة تعلم الأطفال أهمية التفكير السريع والذكاء، لكنها تبرز أيضا أن الحيلة ليست دائما الحل الأفضل، وأن الأمانة هي أساس النجاح المستدام. جحا والحمار الذكي. في يوم من الأيام كان جحا يمتلك حمارا يعينه في عمله اليومي، فكان يستخدمه لنقل الأغراض والذهاب إلى السوق. اشتهر جحا وحماره في القرية، وكان الناس يحبون سماع حكاياته الطريفة. وفي أحد الأيام قرر جحا أن يبيع حماره في السوق لأنه احتاج بعض المال. ربط الحمار بحبل وذهب به إلى السوق، وبينما كان يمشي لاحظ بعض الصبية الأذكياء جحا وحماره، وقرروا أن يمزحوا معه. اقترب أحد الصبية من الحمار بحذر، وفك الحبل من عنق الحمار وربطه حول عنقه هو بدلا من الحمار، ثم ترك الحمار يهرب بعيدا دون أن يلاحظ جحا الأمر. عندما وصل جحا إلى السوق التفت ليتحدث إلى الحمار، ولكنه فوجئ بأن الذي يسير خلفه هو الصبي وليس الحمار. قال جحا متعجبا: يا للعجب، كيف تحولت إلى صبي؟ ضحك الصبي وأجاب: يا جحا، كنت حمارا عند أحد السحرة الشريرين، وقد ألقي علي تعويذة جعلتني أتحول إلى حمار، لكن عندما اشتريتني انكسرت التعويذة وعدت إلى صورتي الحقيقية. فكر جحا قليلا ثم قال: حسنا، إذا كنت قد عدت إلى حالتك الطبيعية فاذهب إلى حال سبيلك، ولكن في المرة القادمة احذر من التعامل مع السحرة. عاد جحا إلى بيته وهو يضحك على الموقف، ولكنه قرر أن يبحث عن حماره في اليوم التالي. وفي اليوم التالي عاد الحمار إلى بيت جحا من تلقاء نفسه، فأدرك جحا أن الحمار ذكي وعرف طريق العودة. وقال الجار: حتى الحمار أذكى من بعض الناس. المغزى: القصة تعلم الأطفال أهمية التفكير والذكاء في التعامل مع المواقف، وتشجعهم على استخدام ذكائهم لحل المشكلات بطريقة طريفة ومبتكرة. جحا وحيلة الفاكهة. كان ياما كان في أحد الأيام كان جحا يعيش في قرية صغيرة، حيث كان يعرفه الجميع لذكائه وروح دعابته، وكان يعمل في زراعة الأشجار. وكان لديه بستان كبير مليء بالفواكه المختلفة: التين والعنب والرمان والمشمش وكل أنواع الفاكهة التي يحبها أهل القرية. في أحد الأيام قرر جحا أن يبيع بعض الفواكه في السوق، فحمل باسكتس كبيرة مليئة بالتفاح والخوخ، وركب حماره متجها إلى السوق. كان في طريقه إلى السوق يفكر في كيف سيبيع الفواكه بأعلى سعر. فكر قليلا وقال لنفسه: إذا قلت للناس إن هذه الفواكه نادرة أو غريبة سيشترونها بثمن أعلى. وصل جحا إلى السوق وبدأ ينادي بأعلى صوته: فاكهة نادرة جدا، لا تجد مثلها في أي مكان، تعالوا واشتروا فواكه جحا الفريدة. تجمع الناس حوله وكانوا يتساءلون عن تلك الفواكه المميزة. فقال جحا: هذه فواكه تنمو في بستاني فقط، ولا يوجد مثلها في العالم. إذا أكلت منها ستصبح قويا كالحصان، سريعا كالريح، وجميلا كالقمر. بدأ الناس يتساءلون عن الفواكه، وقررت سيدة مسنة أن تشتري بعضا منها. فقالت لجحا: لقد سمعت عن هذه الفواكه وأريد أن أجربها. قال جحا مبتسما: أنت محظوظة، سوف تعيشين حياة طويلة بفضل هذه الفاكهة. اشترت السيدة الفاكهة وسرعت إلى البيت لتأكلها، ولكن بمجرد أن تناولت الفاكهة شعر ابنها الذي كان في المنزل بالتعب وقال: أمي، هذه الفواكه ليست كما قال جحا، أشعر أنني أصبحت أثقل من قبل. شاع الخبر في القرية أن فواكه جحا لم تكن سحرية كما ادعى. الجميع بدأ يشك في فواكه جحا. في اليوم التالي عاد جحا إلى السوق مع حمار محمل بسلة ضخمة من الفواكه، وبدأ يبيع مرة أخرى. ولكن هذه المرة، وقبل أن ينادي بالجملة المعتادة، اقترب منه أحد الزبائن وقال له: يا جحا، إذا كانت فواكهك بهذه القوة فلماذا لم تجرب أن تتناول بعضها؟ ضحك جحا وقال: أجل، حاولت تناولها، لكنني خفت أن تصبح قوتي أكبر من أن أتحملها. بدأ الناس يضحكون من دعابة جحا، لكنهم في نفس الوقت بدأوا يشككون في جودة الفواكه، فما كان منهم إلا أن ابتعدوا عن شرائها. ولكن جحا لم يتوقف عن الحيلة. في صباح اليوم التالي أخذ جحا بعض الفواكه القديمة التي لم تكن مغرية للشراء، وأخذ معها بعض الفواكه الفاسدة، وضعها جميعا في السلة وقال للجميع: اليوم فقط سأبيع هذه الفواكه بأقل الأسعار، لكن لا تقلقوا، فهذه الفواكه ستجعلكم أكثر صحة وحيوية. لاحظ بعض الزبائن أن الفواكه كانت قديمة وفسدت من كثرة الجلوس في الشمس. فقال أحدهم: يا جحا، هذه الفواكه ليست نادرة ولا خاصة،
لكنها قد تكون مفيدة في شيء آخر. فقال جحا مبتسما: أجل، صحيح، هذه الفواكه ستكون مفيدة كسماد للأرض، فهي ستجعل التربة أفضل لزراعة الفواكه القادمة. ضحك الجميع من طرافة جحا، بل وأعجبوا بخياله، حتى أن بعضهم قرر شراء الفواكه القديمة لتحسين التربة في بساتينهم. المغزى هذه القصة: تعلم الأطفال كيف أن الحيلة والفكاهة يمكن أن تكون وسيلة للتعامل مع المشاكل بطريقة مرحة وذكية، ولكنها أيضا تظهر أهمية الصدق، وأنه في النهاية يجب أن نكون صادقين في تعاملاتنا مع الآخرين. جحا والحمار الضائع في قديم الزمان. كان جحا يعيش في قرية صغيرة، وكان جحا معروفا بحكاياته الطريفة وذكائه المميز. كان يمتلك حمارا يحبه كثيرا ويعتمد عليه في التنقل وحمل الأشياء. ذات يوم استيقظ جحا ولم يجد حماره في الحظيرة. شعر بالحزن الشديد وبدأ يبحث عنه في كل مكان. سار في شوارع القرية يسأل أهلها: هل رأيتم حماري؟ إنه رمادي اللون وعليه سرج قديم. لكن لم يره أحد. قرر جحا أن يذهب إلى الغابة القريبة، ربما يكون الحمار قد ضاع هناك. وأثناء بحثه وجد جحا آثار أقدام على الأرض. فرح وقال لنفسه: بالتأكيد هذه آثار حماري. تبع جحا الآثار حتى وصل إلى بحيرة صغيرة، لكنه لم يجد الحمار هناك، بل وجد مجموعة من البط تسبح في الماء. جلس جحا يفكر وقال: لو كنت حمارا ماذا كنت سأفعل هنا؟ ربما أبحث عن شيء أكله أو أشرب الماء. استمر جحا في البحث حتى وصل إلى مكان مظلم في الغابة. فجأة سمع صوتا غريبا. توقف وقال بصوت مرتفع: من هناك؟ وإذا بحماره يظهر من خلف شجرة كبيرة وهو ينظر إليه بنظرة خجولة وكأنه يقول: أنا آسف يا جحا، ضعت أثناء اللعب. ضحك جحا وقال: أيها الحمار المشاغب، كنت قلقا عليك جدا. عاد جحا إلى القرية مع حماره، وفي الطريق فكر جحا في درس يعلم به أهل القرية أن يكونوا دائما حذرين. دخل جحا السوق وقال بصوت عال: لقد وجدت حماري، ولكن اكتشفت أنه أصبح أذكى مني. تعجب الناس وسألوها: كيف ذلك يا جحا؟ أجاب جحا مبتسما: حماري يعرف طريق العودة إلى المنزل، بينما أنا قضيت النهار كله أبحث عنه. ضحك الجميع، وعلموا من هذه القصة أن التفكير بحكمة قد يوفر الكثير من العناء. ومنذ ذلك اليوم أصبح جحا أكثر حذرا في الاعتناء بحماره، ولم يتركه يبتعد كثيرا. النهاية: جحا والجرة العجيبة. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان جحا يعيش في قرية صغيرة، وفي يوم من الأيام قرر أن يذهب إلى السوق ليشتري بعض الحاجات التي يحتاجها في بيته. بينما كان يمشي في الطريق وجد جرة كبيرة مرمية بجانب شجرة. قال جحا لنفسه: يا سلام، جرة جميلة وكبيرة، يمكنني استخدامها لحفظ الماء أو تخزين الحبوب. سأخذها معي إلى المنزل. حمل جحا الجرة بصعوبة بسبب حجمها ووزنها وأخذها إلى بيته. وعندما وصل قرر أن ينظفها من الداخل. أحضر الماء والصابون وبدأ في التنظيف. وبينما كان يفرك الجرة من الداخل اكتشف أنها تحتوي على شيء غريب. وما إن أخرج ذلك الشيء حتى اكتشف أنه كيس صغير مليء بالذهب. فتح جحا الكيس ووجد داخله عملات ذهبية لامعة. شعر جحا بسعادة كبيرة وقال: لقد أصبحت غنيا الآن، ولكن من يضمن أن هذه الجرة لا تعود لأحد غيري؟ جلس جحا يفكر قليلا وقرر أن يعود إلى المكان الذي وجد فيه الجرة. وعندما وصل بدأ يسأل الناس إذا كانوا قد فقدوا جرة. قال أحدهم: نعم، لقد فقدت جرة قبل عدة أيام، إنها جرة كبيرة. فسأله جحا: وهل كانت الجرة تحتوي على ذهب؟ رد الرجل بسرعة: لا، إنها جرة عادية ولا تحتوي على شيء. ضحك جحا وقال: إذن هذه الجرة ليست جرتك، لأنني وجدت فيها ذهبا، ومن الواضح أنها لا تخصك. عاد جحا إلى منزله سعيدا بالجرة والذهب، لكنه قرر أن يستخدم المال بحكمة. اشترى ما يحتاج إليه ووزع جزءا منه على الفقراء والمحتاجين، وظل يحتفظ بالجرة كذكرى لهذا اليوم المميز. المغزى القصة: تعلم الأطفال أهمية الأمانة وحسن التصرف في المال، وأن السعادة الحقيقية تأتي عندما نشارك الآخرين ونفكر بحكمة. جحا وحيلة القاضي. في يوم من الأيام كان جحا يسير في السوق عندما نشب خلاف بينه وبين أحد التجار. التاجر ادعى أن جحا مدين له بمبلغ كبير من المال، بينما أصر جحا أنه لم يأخذ منه شيئا على الإطلاق. اشتد الخلاف، وقرر التاجر أن يرفع الأمر إلى القاضي. عندما وصلا إلى المحكمة قال القاضي: لنستمع إلى كلا الطرفين. يا تاجر، ما هي شكواك؟ قال التاجر: يا سيدي القاضي، جحا مدين لي ب100 دينار، لكنه يرفض الاعتراف بذلك. نظر القاضي إلى جحا وسأله: ماذا تقول في هذا؟
ابتسم جحا وقال: يا سيد القاضي، لم أخذ من هذا الرجل أي مال وهو يتهمني زورا. فكر القاضي قليلا ثم قال: لدينا طريقة بسيطة للتحقق من الأمر. يا تاجر، هل لديك دليل على أن جحا أخذ المال منك؟ تلعثم التاجر وقال: لا، لكنني أثق أنه أخذ المال. ابتسم القاضي وقال: بما أنه ليس لديك دليل، سنلجأ إلى طريقة أخرى. جحا، هل تثق بنفسك أنك تقول الحقيقة؟ رد جحا بثقة: بالطبع يا سيدي القاضي. أمر القاضي بإحضار وعاء كبير من الماء، وقال لجحا: ضع يدك في هذا الماء وادعو الله أن يظهر الحق. إذا كنت بريئا فلن يصيبك شيء. شعر جحا بأن القاضي يريد اختبار صدقه، فاقترب من الوعاء ووضع يده فيه، لكنه قبل أن يفعل قال بصوت عال: يا ماء، إن كنت بريئا فابق كما أنت، وإن كنت مذنبا فكن ذهبا لتدفع ديني. نظر الجميع بدهشة إلى الماء الذي لم يتحول إلى ذهب بالطبع. ضحك القاضي وقال: الماء لا يتحول إلى ذهب، وهذا دليل على أنك بريء. أما أنت يا تاجر فليس لديك دليل على اتهامك، فاحذر الكذب مجددا. غادر جحا المحكمة سعيدا، بينما وقف التاجر خجلا من فعلته. ومنذ ذلك الحين صار الناس يقولون إن جحا ليس ذكيا فقط، بل يعرف كيف يفكر سريعا للخروج من أي مأزق. جحا والحمار الضائع في قديم الزمان. كان جحا يعيش في قرية صغيرة، وكان جحا معروفا بحكاياته الطريفة وذكائه المميز. كان يمتلك حمارا يحبه كثيرا ويعتمد عليه في التنقل وحمل الأشياء. ذات يوم استيقظ جحا ولم يجد حماره في الحظيرة. شعر بالحزن الشديد وبدأ يبحث عنه في كل مكان. سار في شوارع القرية يسأل أهلها: هل رأيتم حماري؟ إنه رمادي اللون وعليه سرج قديم، لكن لم يره أحد. قرر جحا أن يذهب إلى الغابة القريبة، ربما يكون الحمار قد ضاع هناك. وأثناء بحثه وجد جحا آثار أقدام على الأرض. فرح وقال لنفسه: بالتأكيد هذه آثار حماري. تبع جحا الآثار حتى وصل إلى بحيرة صغيرة، لكنه لم يجد الحمار هناك، بل وجد مجموعة من البط تسبح في الماء. جلس جحا يفكر وقال: لو كنت حمارا ماذا كنت سأفعل هنا؟ ربما أبحث عن شيء آكله أو أشرب الماء. استمر جحا في البحث حتى وصل إلى مكان مظلم في الغابة. فجأة سمع صوتا غريبا. توقف وقال بصوت مرتفع: من هناك؟ وإذا بحماره يظهر من خلف شجرة كبيرة وهو ينظر إليه بنظرة خجولة وكأنه يقول: أنا آسف يا جحا، ضعت أثناء اللعب. ضحك جحا وقال: أيها الحمار المشاغب، كنت قلقا عليك جدا. عاد جحا إلى القرية مع حماره، وفي الطريق فكر جحا في درس يعلم به أهل القرية أن يكونوا دائما حذرين. دخل جحا السوق وقال بصوت عال: لقد وجدت حماري، ولكن اكتشفت أنه أصبح أذكى مني. تعجب الناس وسألوه: كيف ذلك يا جحا؟ أجاب جحا مبتسما: حماري يعرف طريق العودة إلى المنزل، بينما أنا قضيت النهار كله أبحث عنه. ضحك الجميع، وعلموا من هذه القصة أن التفكير بحكمة قد يوفر الكثير من العناء. ومنذ ذلك اليوم أصبح جحا أكثر حذرا في الاعتناء بحماره، ولم يتركه يبتعد كثيرا. النهاية. جحا والسائل الغريب. ذات يوم، بينما كان جحا جالسا أمام بيته يحتسي كوبا من الشاي، مر به رجل غريب الشكل يرتدي ملابس رثة ويحمل كيسا صغيرا. وقف الرجل أمام جحا وقال: يا سيدي، أنا مسافر طويل ولا أملك شيئا آكله، هل يمكنك أن تساعدني؟ نظر جحا إلى الرجل بتعاطف وقال: بالطبع، لكن أخبرني أولا، ما الذي تحمله في هذا الكيس؟ رد الرجل بحذر: إنه سر كبير، لكن بما أنك ساعدتني سأخبرك. هذا الكيس يحتوي على سائل سحري يمكنه تحقيق أي أمنية تريدها. فتح جحا عينيه بدهشة وقال: أي أمنية؟ أومأ الرجل برأسه وقال: نعم، أي أمنية، لكنك تحتاج إلى دعوة شخصين آخرين ليشربوا منه معك، فقط حينها تتحقق الأمنية. فكر جحا قليلا ثم قال للرجل: حسنا، سأدبر لك طعاما وماء، لكن دعني أجرب هذا السائل أولا. أخذ جحا الرجل معه إلى منزله وأحضره طعاما شهيا وماء باردا، ثم جلس بجواره وقال: لنرى هذا السائل العجيب. أخرج الرجل الكيس وسكب منه قليلا في كوب وناوله لجحا. نظر جحا إلى السائل فكان يبدو عاديا تماما. قال جحا: لكني أحتاج إلى شخصين آخرين، أليس كذلك؟ رد الرجل: نعم، يجب أن تكون التجربة جماعية. فكر جحا سريعا ثم دعا جيرانه حسن وسعيد وقال لهما: تعالا بسرعة، هناك سائل سحري سيحقق لنا كل أحلامنا. وصل الجيران متحمسين وجلسوا حول الطاولة. وزع جحا السائل بالتساوي بين الكؤوس وقال: حسنا، دعونا نشرب الآن ونتمنى جميعا.
رفعوا الكؤوس وشربوا دفعة واحدة، لكنهم لم يشعروا بأي تغيير. قال حسن: لا شيء حدث. وأضاف سعيد: أين السحر؟ نظر جحا إلى الرجل الغريب وقال: أين السحر الذي تحدثت عنه؟ ابتسم الرجل وقال: السحر هو أنكم الآن تشعرون بالتعاون والفرح معا، أليس هذا سحرا بحد ذاته؟ ضحك جحا بصوت عال وقال: لقد خدعتنا، لكنني سأعتبر الأمر درسا في السعادة. الآن تفضل أيها الغريب، وتأكد ألا تخدع أحدا مجددا. انصرف الرجل بعد أن شكر جحا على كرمه، بينما استمر جحا وجيرانه في الضحك على هذه المغامرة الجديدة. وظل الجميع يرون القصة الأيام، معجبين بقدرة جحا على تحويل أي موقف إلى درس مليء بالحكمة والطرافة. جحا والخزانة العجيبة. في يوم من الأيام كان جحا يعاني من مشكلة تخزين أمتعته. بيته كان صغيرا وأغراضه كثيرة. فكر جحا في حل مبتكر، وقرر أن يصنع خزانة جديدة بنفسه. ذهب إلى السوق واشترى خشبا، مسامير، وأدوات نجارة. عاد جحا إلى منزله وبدأ يعمل بجد طوال النهار. بعد ساعات طويلة من العمل انتهى من صنع خزانة كبيرة جميلة. نظر إليها بفخر وقال: هذه أفضل خزانة في العالم، ستحل كل مشاكلي. في المساء بدأ جحا ينقل أغراضه إلى الخزانة. وضع ملابسه، أدوات المطبخ، وبعض الكتب. وكلما وضع المزيد لاحظ أن الخزانة لم تمتلئ. قال جحا لنفسه: يا للعجب، هذه الخزانة عجيبة، إنها تسع كل شيء. أصبح جحا سعيدا جدا بخزانته، لكنه لاحظ شيئا غريبا: كلما وضع شيئا داخل الخزانة اختفى من أمامه. قرر جحا أن يتحقق من الأمر. أخذ تفاحة ووضعها في الخزانة، ثم أغلق الباب وفتحه بسرعة، لكن التفاحة لم تكن هناك. قال جحا في دهشة: هذه ليست خزانة عادية، إنها بوابة تأخذ الأشياء إلى عالم آخر. انتشر خبر الخزانة العجيبة في البلدة، وجاء الناس ليروا هذا الاختراع الغريب. أحد الجيران طلب من جحا أن يجربها، فأعطاه سلة مليئة بالفاكهة. وضع جحا السلة داخل الخزانة وأغلق الباب، وعندما فتحه اختفت السلة تماما. قال الجار: حقا إنها خزانة عجيبة، لكن أين تذهب الأشياء؟ فكر جحا وقال: أظن أنها تذهب إلى عالم الفاكهة، حيث كل شيء مصنوع من الفواكه. لم يكن أحد يصدق تفسير جحا، لكن الجميع كانوا معجبين بالخزانة. بدأ الناس يدفعون لجحا المال ليضعوا أغراضهم في الخزانة العجيبة، معتقدين أنها قد تصل إلى أماكن سحرية. لكن في يوم من الأيام قرر أحد الأطفال الصغار أن يختبئ داخل الخزانة ليكتشف سرها. وعندما فتح جحا الباب وجد الطفل جالسا داخلها يأكل الفاكهة التي اختفت سابقا. ضحك جحا وقال: إذن هذا هو السر، الخزانة ليست بوابة لعالم آخر، لكنها فقط عميقة جدا. منذ ذلك اليوم توقف الناس عن التفكير بأن الخزانة عجيبة، لكنهم لم يتوقفوا عن الإعجاب بذكاء جحا وقدرته على تحويل أبسط الأمور إلى قصص مسلية. جحا والطعام المجاني. في أحد الأيام قرر جحا أن يذهب إلى السوق لشراء بعض الطعام، لكنه عندما وصل وجد الأسعار مرتفعة جدا ولم يكن معه ما يكفي من المال. فكر جحا في خطة ذكية للحصول على الطعام دون أن يدفع أي شيء. تجول جحا في السوق حتى وصل إلى مطعم شهير يقدم أشهى الأطباق. جلس عند إحدى الطاولات وطلب من النادل: أريد أشهى طبق لديك، لكن لا تتعجل، فأنا أحب أن أستمتع بالأجواء أولا. أحضره النادل كوبا من الماء، وجلس جحا بهدوء وهو يتأمل الناس من حوله. وبينما كان جحا جالسا أخرج من جيبه قطعة خبز قديمة بدأ يلوح بها في الهواء. استغرب النادل وسأله: ما الذي تفعله يا جحا؟ رد جحا مبتسما: إنني أستمتع برائحة الطعام في الهواء وأغمس خبزي فيه، رائحة طعامكم لذيذة جدا. ضحك النادل، لكنه لم يعترض، فقد ظن أن جحا يمزح. استمر جحا على هذا الحال لبعض الوقت، يغمس خبزه في الهواء ويأكل بسعادة، ثم نهض وهم بالخروج. لكن النادل أوقفه قائلا: مهلا يا جحا، عليك أن تدفع مقابل جلوسك واستمتاعك بالطعام. ابتسم جحا وقال: لكنني لم أطلب شيئا ولم آكل شيئا. رد النادل بغضب: لقد استمتعت برائحة طعامنا، وهذا له ثمن. فكر جحا قليلا وقال: حسنا، سأدفع، لكن دعني أستخدم عملتي الذهبية أولا. أخرج جحا قطعة ذهبية من جيبه وبدأ يهزها بقوة أمام النادل، محدثا صوتا رنانا، ثم قال: ها قد دفعت لك، لقد استمتعت بصوت المال، وهو يساوي استمتاعي برائحة طعامك. وقف النادل مصعوقا ولم يستطع الرد. انفجر الحاضرون ضاحكين، واعترفوا بأن جحا أذكى من الجميع. غادر جحا المطعم سعيدا، وقد حصل على وجبته المجانية بأسلوبه الطريف والمبتكر. ومنذ ذلك اليوم
صار الجميع يحكون عن هذه الحيلة الذكية، وأصبح جحا بطل السوق بلا منازع. جحا والذهب المفقود. في يوم من الأيام كان جحا يجلس أمام منزله يتأمل السماء الصافية والأشجار المتمايلة بفعل النسيم اللطيف. وبينما هو غارق في تأملاته اقترب منه جار له يدعى حسن، وكان يبدو عليه القلق والتوتر. قال حسن: يا جحا، لدي مشكلة كبيرة ولا أدري كيف أتصرف. سأله جحا بهدوء: ما المشكلة يا حسن؟ قال حسن: لقد كنت أخفي كيسا من الذهب تحت الأرض في حديقة منزلي، واليوم عندما ذهبت لأتفقده وجدته مفقودا. فكر جحا قليلا ثم قال: هل أخبرت أحدا بمكان الذهب؟ هز حسن رأسه قائلا: لا، لم أخبر أحدا سوى نفسي، وأنا متأكد من أنني دفنته في تلك البقعة. ابتسم جحا وقال: إذن لنبحث معا عن الحل. دعنا نذهب إلى حديقتك ونفحص المكان. وصل جحا وحسن إلى الحديقة، وبدأ جحا يفحص التربة بعناية. فجأة لاحظ أن هناك آثاراً صغيرة لخطوات شخص، لكنها كانت تبدو خفيفة جداً، وكأنها لشخص يسير على أطراف أصابعه. سأل جحا: هل رأيت أي شخص غريب يدخل الحديقة؟ قال حسن: لا، لكنني لاحظت أن جارنا سالم كان يتجول بالقرب من هنا بالأمس، وهو معروف بحبه للمال. قرر جحا أن يتحقق من الأمر، فذهب إلى سالم وقال له: يا سالم، سمعت أنك بارع في زراعة الأشجار. لدي شجرة صغيرة أريد نقلها، فهل يمكنك مساعدتي؟ ابتسم سالم وقال: بالطبع، أنا سعيد بالمساعدة. قاد جحا سالم إلى الحديقة، وأشار إلى بقعة الأرض التي دفن فيها حسن الذهب سابقا، وقال: هذه البقعة جيدة لزرع الشجرة، أليس كذلك؟ تردد سالم قليلا ثم قال: لا أعتقد أن هذه البقعة مناسبة. سأله جحا: ولماذا؟ رد سالم بسرعة: لأن التربة هنا ليست جيدة للزراعة. ابتسم جحا بدهاء وقال: أنت محق، التربة هنا ليست مناسبة للزراعة، لكنها كانت مناسبة تماما لدفن الذهب، أليس كذلك؟ شحب وجه سالم وبدأ يتلعثم. أنا لا أعرف عن ماذا تتحدث. اقترب جحا منه وقال: لا تقلق يا سالم، نحن هنا لنعيد الأمور إلى نصابها. أعطنا الذهب ولن نخبر أحدا بما حدث. أدرك سالم أن حيلته قد انكشفت، فأعاد كيس الذهب إلى حسن واعتذر قائلا: لقد أخذت الكيس بدافع الطمع، لكنني نادم على ما فعلت. نظر جحا إلى حسن وقال: تعلم من هذا الدرس ألا تخفي مالك في أماكن مكشوفة، ولتكن حريصا في المستقبل. ضحك حسن وجحا معا وعادا إلى المنزل، بينما كان سالم يبتعد خجلا. ومنذ ذلك الحين قرر جحا أن يساعد جيرانه بحكمته وذكائه، وأن يظل دائما مستعدا لحل أي مشكلة بأسلوبه الطريف والمميز. جحا والحمار الذكي. في أحد الأيام قرر جحا أن يذهب إلى السوق لبيع حماره. كان الحمار قويا وسريعا، لكنه لم يعد بحاجة إليه، وظن أنه سيجلب سعرا جيدا. أخذ الحمار وقاده إلى السوق. عندما وصل بدأ جحا ينادي بأعلى صوته: من يريد شراء هذا الحمار الذكي؟ إنه أذكى حمار في البلدة. تجمع الناس حول جحا وهم يضحكون، وقال أحدهم: هل تريدنا أن نصدق أن الحمار ذكي؟ إنه مجرد حيوان. ابتسم جحا وقال: إنه أذكى حمار ستقابلونه في حياتكم. إذا كنتم لا تصدقونني سأثبت لكم ذكاءه. وافق الناس وقالوا: حسنا، دعنا نرى ما لديك. نظر جحا إلى حماره وقال له: اذهب إلى البئر وعد لي بدلو ماء. تحرك الحمار بثبات نحو البئر وسط دهشة الناس، ثم وقف بالقرب من البئر، ولم يكن هناك أي دلو ليحمله. عاد الحمار بخطوات هادئة ووقف أمام جحا كأنه يقول: لم أجد دلوا. ضحك جحا وقال: أرأيتم؟ لقد فهم أنه لا يوجد دلو هناك، لذلك لم يجلب الماء. قال أحد الحاضرين: هذا ليس دليلا على ذكائه، ربما كان صدفة. فكر جحا قليلا ثم قال: حسنا، دعونا نختبره مرة أخرى، سأجعله يختار بين المال والطعام. أخذ جحا قطعة نقود وقطعة خبز ووضعهما على الأرض أمام الحمار. نظر الحمار إليهما لفترة، ثم اختار قطعة الخبز وأكلها. ضحك الناس وقالوا: هذا طبيعي، أي حيوان سيختار الطعام؟ ابتسم جحا وقال: بالضبط، إنه ذكي، لأنه يعرف أن المال لن يشبعه، لكنه اختار ما ينفعه الآن. لو كان أي شخص آخر مكانه ربما اختار المال وترك الطعام. أعجب الناس بحكمة جحا وطريقته في عرض الأمور، وبدأوا بالمزايدة على الحمار، وفي النهاية باعه جحا بسعر عال جدا. عندما عاد إلى منزله سأله أحد أصدقائه: كيف استطعت أن تبيع الحمار بهذا السعر؟ ضحك جحا وقال: ليس الحمار هو الذكي، بل أنا. أحيانا كل ما تحتاجه هو طريقة ذكية لعرض الفكرة. ومنذ ذلك الحين صار الناس
الناس يتحدثون عن جحا وحماره الذكي، بينما استمر جحا في عيش حياته بذكائه وخفة دمه المعتادة. جحا والبئر العجيب. في أحد الأيام كان جحا يتجول في سوق قريته الصغيرة حين سمع بعض الفلاحين يتحدثون عن بئر عجيب يقع في مكان بعيد في الجبال. كانوا يقولون إنه بئر سحري، كل من يشرب من مائه يتحقق له ما يتمناه. فكر جحا في نفسه وقال: إذا كان هناك بئر سحري يجعل الأمنيات تتحقق، فلماذا لا أذهب وأحقق أمنيتي؟ على الفور قرر جحا أن يذهب في رحلة طويلة للوصول إلى هذا البئر العجيب. بدأ في التجهيز للسفر، وحمل معه بعض الطعام والماء، وأخذ عصاه الخاصة ليستعين بها في الطريق. وبعد أيام من السفر وصل جحا أخيرا إلى البئر. كان البئر يقع في مكان هادئ تحيط به الأشجار، وكانت المياه فيه صافية جدا. عندما اقترب منه جحا نظر إلى الماء وتأمل قليلا ثم قال: سأحقق أمنيتي الأولى، وهي أن أصبح أغنى شخص في القرية. لم يتردد جحا في ملء كوزه بالماء من البئر، وشرب منه بفرح كبير. وعندما انتهى من الشرب انتظر قليلا على أمل أن يرى تغيرا في حياته، لكنه لم يشعر بأي شيء غريب. فكر جحا في نفسه وقال: ربما يحتاج الأمر بعض الوقت ليتحقق، فلننتظر. ومرت أيام قليلة وجحا لم يرى أي تغييرات في حياته، ولكنه قرر أن يعود إلى البئر ويحاول مرة أخرى. فقال في نفسه: ربما أمنيتي لم تتحقق لأنني لم أكن واضحا بما فيه الكفاية. سأحاول أن أكون أكثر تحديدا في المرة القادمة. عندما وصل إلى البئر في المرة الثانية قال جحا بصوت عال: أريد أن أصبح أغنى شخص في القرية وأمتلك الكثير من المال والممتلكات. شرب جحا مرة أخرى من مياه البئر وانتظر بترقب، لكنه لم يشعر بأي تغيير. شعر بالإحباط وقرر أن يعود إلى قريته، لكنه قبل أن يغادر مر بجانب أحد الفلاحين الذين كانوا يعملون في الأرض القريبة من البئر. فقال الفلاح: أنت جحا، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ رد جحا قائلا: لقد جئت إلى البئر السحري لطلب تحقيق أمنيتي، لكنني لم أحقق شيئا بعد. ابتسم الفلاح وقال: يا جحا، إن البئر لا يمنحك الأموال أو المجد بسهولة. إذا كنت تبحث عن الحظ عليك أن تبذل جهدك وتعمل من أجل ما تريد، لا تنتظر من البئر أن يمنحك كل شيء. فكر جحا في كلام الفلاح وقرر أن يعود إلى قريته ويبدأ العمل بنفسه. وعندما عاد إلى قريته بدأ جحا يعمل بجد. زرع الأرض واعتنى بالحيوانات وكان يساعد جيرانه في أعمالهم. بمرور الوقت بدأ جحا يجني ثمار عمله وأصبح لديه الكثير من المحاصيل الطيبة. بعد فترة بدأ الجميع في القرية يلاحظون تحسن حياة جحا، وبدأوا يأتون إليه طالبين نصيحته. وقال له أحدهم: يا جحا، كيف أصبحت حياتك أفضل؟ ابتسم جحا وقال: لقد تعلمت أن السعادة لا تأتي من الأمنيات أو الأشياء السحرية، بل تأتي من العمل الجاد والصبر. ليس البئر هو من يصنع التغيير في حياتك، بل أنت من تصنع التغيير بنفسك. ومنذ ذلك اليوم أصبح جحا معروفا في قريته ليس فقط بحكمته، بل أيضا بعمله الجاد الذي جلب له النجاح والسعادة. المغزى: القصة تعلم الأطفال أن العمل الجاد هو الطريق لتحقيق النجاح، وأن الأمنيات السحرية لا يمكن أن تغير حياتنا إلا إذا كانت مصحوبة بالعمل والاجتهاد، كما أنها تبرز قيمة الصبر والعزيمة لتحقيق الأهداف. جحا والكنز المفقود. في أحد الأيام البعيدة كان جحا يجلس في حديقته الصغيرة أمام بيته المتواضع في القرية، يفكر في كيف يمكنه تحسين حياته. كان يعاني من قلة المال والموارد، وكان يبحث دائما عن طرق للعيش بشكل أفضل. وبينما هو يفكر سمع أحد جيرانه يتحدث عن كنز قديم مدفون في الأرض، وقد كان هذا الكنز في مكان بعيد في الجبال. قال جاره: منذ سنوات طويلة دفن هذا الكنز في هذا المكان، والعديد من الناس حاولوا العثور عليه، لكن لم ينجح أحد. ربما أنت ستكون الشخص الذي يعثر عليه. ابتسم جحا وقال في نفسه: إذا كان هناك كنز مدفون فهذا يعني أنني قد أتمكن من تحسين حياتي بشكل كبير. سأذهب للبحث عن هذا الكنز. في صباح اليوم التالي استعد جحا للسفر. حمل حقيبته ببعض الطعام والماء، وأخذ معه أداة حفر قديمة، وبدأ رحلته إلى الجبال. كانت الطريق طويلة ومتعبة، وكانت الأشجار الكثيفة تغطي معظم المسار، لكن جحا كان عازما على إيجاد الكنز. وصل جحا إلى المكان الذي قال عنه جاره، وبدأ في الحفر. حفر ساعات وساعات دون أن يجد شيئا، لكنه لم يستسلم، بل استمر في الحفر على أمل أن يعثر على الكنز المفقود. كان يفكر في جميع الأشياء التي يمكنه شراؤها من المال الذي سيحصل عليه. وفي اليوم الرابع من الحفر
وبينما كان جحا يحفر في نقطة معينة من الأرض، شعر بشيء صلب تحت يده. أسرع في الحفر بكل قوته، وعندما أزال التراب أخيرا اكتشف صندوقا خشبيا قديما. كان الصندوق مغطى بالأتربة والعشب، وعندما فتحه وجد بداخله مجموعة من العملات الذهبية القديمة. هتف جحا بفرح: لقد وجدت الكنز، إنه أخيرا بين يدي. ولكن فجأة تذكر جحا شيئا مهما: ماذا سيفعل كل سكان القرية إذا عرفوا أنني وجدت الكنز؟ هل سيأتون إلي ويطلبون حصتهم؟ بدأ جحا يشعر بالحيرة. فكر في نفسه: إذا أخبرت الجميع عن الكنز فإنني قد أخسر كل شيء بسرعة. ربما يمكنني أن أحتفظ بالكنز لنفسي وأعيش حياة مريحة. لكن جحا لم يكن شخصا يحب أن يكون بخيلا أو يتصرف أنانيا. فكر في قراره طويلا، ثم قرر أنه يجب أن يشارك الجميع في الكنز. عندما عاد إلى قريته دعا جحا أهل القرية إلى اجتماع وقال لهم: لقد وجدت الكنز الذي تحدثت عنه، لكنني قررت أن أشارككم به جميعا. الجميع سيحصل على نصيبه العادل وسنكون جميعا أغنياء. بدأ الجميع بالتصفيق والتهليل، وكان الجميع سعيدا. وبالفعل تم توزيع الكنز بالتساوي بين سكان القرية. وبفضل هذه اللفتة الكريمة أصبح جحا محبوبا جدا بين الجميع. مرت الأيام، وكان أهل القرية يعاملون جحا بكل احترام، وعاشوا جميعا في رخاء وسعادة.